الأهلي أعلن رسميا عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة لقيادة الفريق خلال الفترة الجاية. طب مين هو أصلا بقى حسين عموتة؟ حسين عموتة مدرب مغربي اتولد يوم 24 أكتوبر سنة 69، يعني عنده 56 سنة. قبل ما يبقى مدرب كان لاعب كرة قدم، كان بيلعب في مركز مهاجم، لكن شهرته الحقيقية جت من شغله في التدريب والبطولات اللي حققها مع أكتر من فريق ومنتخب. لو بصينا على أرقامه التدريبية هنلاقيه إنه قاد الفرق والمنتخبات اللي دربها في 266 مباراة، كسب 135، اتعادل في 61 وخسر 70، ونسبة فوز وصلت 51%. تعالوا نبص على البطولات والإنجازات اللي حققها مع الفرق والمنتخبات اللي دربها. البداية كانت مع الفتح الرباطي المغربي، هناك نجح إنه يحقق كأس العرش المغربي وكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2010. بعدها راح السد القطري، قدر يكسب الدوري القطري موسم 2012-2013 وكأس أمير قطر مرتين 2014 و2015، وكمان كأس السوبر القطري سنة 2014. وبعدين كانت المحطة الأهم في مسيرته مع الوداد المغربي لما كسب الدوري المغربي موسم 2016-2017، وبعدها كسب دوري أبطال أفريقيا سنة 2017، كان قدام الأهلي طبعا. وفي سنة 2020 مسك منتخب المغرب المحلي، كسب بطولة أفريقيا للمحليين، واخر بطولاته كانت مع نادي الجزيره الاماراتي، حقق كاس رابطه المحترفين الاماراتيه موسم 2024-2025. وبعيدا عن البطولات يفضل الانجاز الابرز ليه في السنين الاخيره هو وصوله بمنتخب الاردن لنهائي كاس اسيا لاول مره في تاريخ المنتخب الاردني. السؤال دلوقتي، هل حسين عموتة هيقدر يضيف انجاز جديد لمسيرته مع الاهلي؟ وهل هينجح انه يكتب فصل جديد من الانجازات والبطولات في أكبر نادي في أفريقيا؟ ده اللي هيجاوب عليه الأيام. أهلا بيك يا عموتة في أعظم نادي في الكون.